كاوتشات او غيارات الودن للسماعات الايربود برو 2 او برو العاديه، بس احنا النهارده بنجرب في الايربود برو 2. زي ما انتم شايفين كده دول علبتين ونفس السماعه، ولكن انا معايا في الفيديو ده 3 نسخ من اللي موجودين، كل نسخه مختلفه عن الثانيه. دي ما عملتش صوت، تقول لي فاصله شحن، دي برضه ما عملتش صوت، لا في انواع ما بتعملش صوت. عشان اوريك ان في اختلاف بين ال3 نسخ دول واكتر من كده موجود في السوق، جايب لك الشاحن الوايرلس. بص بقى معاك، دي انضف كواليتي موجود في السوق. تعمل كده اهو، بتشحن، سمعت معايا الصوت كده، بتشحن معاك زي ما انت شايف كده، بتشحن النور اهو. لو جيت حطيت السماعه الثانيه ولا اي اندهاش، السماعه الثالثه ولا اي اندهاش. فدول 3 كواليتي موجودين في السوق مختلفين، وكل واحده وليها طريقه. بص بقى، الثابت في اي سماعه سواء برو عاديه او برو 2 ان انت بتمسك السماعه كده باحكام زي ما انا ماسك، وبتمسك الودانه كده وبتلف كده. بص هتلاقي في منها السهل، اللي هو انت سهل كده طلعت منها الغيار، وبمنتهى البساطه هتحط الغيار الثاني على طول بنفس الطريقه، اللي هو كده قفل معانا، غيرت الغيار بتاع الودن. وده برضو كواليتي مش قد كده، يعني لا بيعمل صوت ولا بيشحن وايرلس، ولكن موجوده كده في السماعه. السماعه الثانيه برضو ما بتعملش صوت ولا بتشحن وايرلس، ولكن مختلفه شويه. هنعمل كده، بص هتلاقيها فتحت معانا بالشكل ده، وده اغلب اللي موجود في السوق المنتشر. للاسف ده يا اما بيبقى ملزوق بالشكل ده كده من جوه، فانت هتحاول تعمله مثلا بجفت او بابره او تقطعه بقطر لو انت مش محتاج الغيار ده خالص، والغيار ده مثلا صغير على ودنك وبيقع من ودنك، او كبير على ودنك، ايا كان. بتعرف مقاس الغيار ازاي؟ تفتح الغيار كده هتلاقي مكتوب حرف الام اهي زي ما حضراتكم شايفين، يعني ده الغيار الميديم. ده تشيلها عادي بمنتهى البساطه وتحط الغيار الثاني وتركبها تاني، نفس القصه عكس ما احنا عملنا. اللي هو هتعمل كده، بص احنا فكينا من فوق اهي، التاني اهي انا شلتها لك خالص اهي، احنا فكينا من فوق لتحت كده اهو، اللفه اللي هي كده. هنركب من تحت بالشكل ده كده لفوق، خلاص ركبت اهي وما بتطلعش معايا، وكده الغيار اهو. ده للنوع التاني. النوع التالت بقى اللي هو بيعمل صوت، مش كله، خلي بالك مش كله اللي بيعمل صوت، انا هجيب لك 3 انواع بس من اللي موجودين في السوق. لو جبنا انواع اللي في السوق هيبقوا الفيديو هيبقى بتاع 5-6 ساعات، انواع كتير قوي. برضه نفس القصه، الطريقه الصح ان احنا نمسك كده بعد ما نشيل الغيار ده كده، هنلف كده، بص فتحت معانا برضه نفس القصه بتاعت السماعه الثانيه. فاذا في الغالب هنلاقي طريقتين للسماعه، سواء سماعه نظيفه او غيرها، الكواليتي المختلف. احنا زي ما احنا شايفين كده، هنشيل دي، هي بتبقى ملزوقه لزق يعني، هنشيله يا اما نقطعه وهنركب الثانيه زي ما هي راكبه كده بالظبط. ده مثلا الغيار الكبير، هنشيل بقى الغيار اللي هو الصغير ده هنقطعه كده، وهنوسع ديت بجفت بالشكل ده كده من جوه، وهتفتح الجفت كده، وهتلاقي هنا في الغيار القديم في زي كاوتشه وجواها شبكه كده. بعد ما تشيل طبعا الغيار هتفتح دي كده وتدخل حته العضمايه او الكاوتشه ديت جوه دي، وبعد كده هتيجي تاني بمنتهى البساطه على السماعه، وهتعملها كده، هتلاقي ركبت معاك، وتعدل الغيار كده يبقى بالشكل ده كده انت غيرتها.